الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده وصفه الاوزي بالبسله والجزر، طعمها تحفه. هحاول على طول بسم الله في الوصفه. عندي هنا شويه سمنه على زيت وفيهم فصين مستكه. هحمر الاول المكسرات بتاعتي، اي نوع مكسرات متاحه عندك، لو مش متاحه مفيش مشكله، ممكن تتغاضي عن الخطوه دي. هسيبها دقيقتين بس كده، وبعد كده هنشيلها. في نفس الطاسه هنزل ببسله وجزر متفرزين او فريش، طبعا الكميه تقديريه، بس دول حوالي نص كيلو. هحط رشه فلفل اسود وكمان ذره ملح وحوالي بصله صغننه مبشوره، انا عايزاها بس تتطعم معايا. البسله عندي كده خلاص تقريبا دخلت في 3/4 سوا، هنشيلها من الطاسه. في نفس الطاسه زودت بس حته سمنه صغيره وفص مستكه، هنزل ببصله كبيره مبشوره ناعم وعليها رشه فلفل اسود. هسيبها تدبل وتاخد عندي لون فاتح. البصله عندي دبلت، هنزل بحوالي نص كيلو لحمه مفرومه، هسيبها كده تاخد صدمه من كل الجهات لحد ما لونها يتغير. البهارات اللي عندي رشه جوز الطيب وفلفل اسود وكزبره ناشفه وكمان 7 بهارات وبهارات فراخ. اللحمه عندي استوت تقريبا 3/4 سوا، هشيل جزء منها وهخلي جزء. هحط برضو جزء من البسله والجزر واسيب جزء. بعد كده احط الرز سواء بسمتي او المصري بتاعنا، انا البسمتي عندي خلصان فهحط رز المصري. ال7 بهارات بيبقى فيها قرفه اوريدي، لو عايزه تزودي زودي، مش عايزه مفيش مشكله، تكتفي بال7 بهارات. انا عندي شوربه فراخ، ممكن شوربه لحمه وممكن ميه من الحنفيه. هظبط الملح بتاعي واسيبه ياخد غلوتين وهيتغطى عليه لحد ما يتشرب. الرز عندي استوى، جبت حله كده علشان اعمل شكل القالب، حطيت في القاع بتاعي المكسرات اللي احنا حمرناها في الاول. انا عايزه اقول لكم ان الريحه القط بتاعي بيتجنن. هحط كمان البسله والجزر. بعد كده هنزل باللحمه المفرومه طبقه 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 كده زي ما انتم شايفين، واخر حاجه هحط الرز. هفضي بقى طبقه الرز، سويت كده كل الطبقات وحطيت الطبقه الاخيره بتاعه الرز. هحط بقى في طبق التقديم واقلبها. ده شكلها النهائي. عايزه اقول لكم بجد لوحه فنيه، وطعمها وريحتها تجيب اخر الشارع. يا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده.